سلام. انت لحالك، حتى اخوك ما يشيلك. كلام ما راح تسمعه من حدا غيري. اسمعني زين، الدنيا هاي ما تشيل الضعيف، والكل راح يتفرجوا عليك وانت تغلط. اذا مفكر انه في بطل راح يجي بنص الليل ويسحبك من المستنقع اللي انت فيه، فانت واهم ونايم على ذانك. قسما بالله لو تموت من الجوع اغلب اللي حواليك حدهم يحزنون عليك بكلمتين ويمشون. انتبه لنفسك، لأنه ما حدا راح يشيلك غيرك كتافك. خلونا نحكي بصراحة وكلام من الشارع بدون مكياج وتزييف. احنا تربينا على وهم، تربينا على كلمات مثل الناس لبعضها: الخال سند الصديق فزعة. بس الواقع اليوم، الواقع هو نفسي نفسي. انت قاعد وضايع وتندب على حظك، وتستنى التليفون يغير حياتك، تستنى أبوك يفتح لك مشروع، تستنى صديقك يجرك معه للنجاح. والله لو تظل تستنى ليشيب شعرك وانت بمكانك. الناس تحب القوي، الناس تركض ورا اللي يمشي مو اللي يزحف. حلل السلوك اللي حواليك، شوف الناس وقت الضيق الكل يختفي مثل الملح بالمي، مو لأنهم مو منيحين، لا تقعد تشتم بالبشر، بس لأنه كل واحد شايل حمله وتعبان بيه. انت تحمل حملك لغيرك بأي حق؟ تطلب من المكسور أن يجبر كسرك؟ ليش تخاف تمشي لحالك؟ اسأل نفسك هالسؤال وجاوبني بصدق. السبب انك تعودت تكون تابع، تعودت انه القرار مو بإيدك. نفسيا انت تهرب من المسؤولية. العقل البشري يكره التعب، يكره يتحمل النتيجة. تريد لما تفشل تلاقي سبب تعلق عليه خيبتك وتقول والله فلان ما ساعدني، أهلي ما وقفوا معاي، البلد ما بيها فرص. هاي حجج العاجز، هاي إبرة بنج تضربها بعروقك كل يوم عشان تنام مرتاح. العلاقات الاجتماعية اليوم صارت مقايضة، سوق مفتوح. تعطيني أعطيك، تنجح أحترمك وأقعد جنبك، تفشل الله معك. درب السد ما يرد. حتى أقرب الناس إليك بالنهاية يريدون يشوفون ثمرة. إذا ظليت غصن يابس لا يعطي ظل ولا يعطي ثمر، حتى القريب منك راح يمل من سقاك ويقطعك. افهم اللعبة. العالم هذا غابة، والأسد ما يستنى حدا يعلمه شلون يصيد. الأسد يجوع فيقوم ينهش الصخر. وهم الصداقة الرصيد المستنزف. يقولون لك الصديق وقت الضيق، بس بالحقيقة الصديق وقت الضيق يضيق خلقه منك. لا تزعل من كلامي، أنا جاي أصحيك، أنا ماني جاي أطبطب عليك. البشر طبيعتهم النفسية يهربون من الطاقة السلبية. دماغ الإنسان مبرمج على البقاء، والبقاء يتطلب طاقة. لما أنت تكون شخص دائما يشتكي، دائما يبكي وما يغير شيء من الواقع، أنت قاعد تسرق طاقة اللي حواليك، أنت قاعد تستهلك رصيد عند الناس بالشكوى. قوي قلبك، خليك أنت السند لنفسك. لما توقع مد ايدك لحدا، لا تستنى حدا يرفعك. اضرب الارض برجلك وقوم. تعرف ليش؟ لان اليد اللي تنمد لك اليوم بكره تذلك، بكره تعايرك. لكن اليد اللي تطلعك من البير هي يدك انت، هاي اللي تخليك ترفع راسك بالسماء وما تنزل على مخلوق. سيف الاهل وخذلان الاقارب. اسمعني وصفي نيتك زين، لان هالكلام يوجع بس لازم تسمعه. لما اقول اهلك ما ينقذوك مو يعني ما يحبونك، بس الحقيقة المرة ان فزعة الاهل لها حدود، حدود القدرة، حدود العمر. ابو الام، ابوك اللي شايلك اليوم بكرة يريد من يشيله بكرة. امك اللي تدعي لك دعاها بركة، بس ما تدرس بدالك ولا تشتغل بدالك. نفسيا انت لما تركن للاهل انت قاعد تقتل الرجل اللي بداخلك، وقاعد تقتلين المرأة القوية اللي بداخلك. انت قاعد تعيش دور الطفل المؤبد، والطفل بهذا العالم ما له مكان. وهم الاخ سند. تعال الآن نحكي عن اللي يقول أخوي سندي. يا أخوي، أخوك زلمة وعنده عيل، عنده هموم، فواتير ومشاكل وتهد جبال. هو لحاله
كاتمها بقلبه، وأختك ملتهية بحياتها ببيتها وبمستقبلها. إذا وقعت وانكسرت راح يزعلون عليك. إيه نعم، راح يبكون أكيد، بس تدري شو راح يصير ثاني يوم الصبح؟ كل واحد بيهم راح يلبس هدومه ويشرب قهوته ويروح لحياته، وانت تظل لحالك تعاني ألمك لوحدك. ما حد يقدر يتقاسمه معك، لا أخ ولا ابن ولا أخت ولا مؤسسة خيرية. اصحى لحالك. القرايب والعزوة الكذابة. أما القرايب فهذولا قصة ثانية. نفسيا القرايب أكثر ناس ممكن يخذلونك. ليش؟ لأن بيهم غيرة خفية زرعتها المقارنات منه. إحنا صغار أغرب قرايبك يتمنون لك الخير، بس ما يتمنوا إنك تصير أحسن منهم. ضعفك اليوم عندهم هو سالفة يتسلون فيها بمجالسهم. قرايبك مو جيش واقف يستنى أوامرك، قرايبك أغلبهم جمهور يستنون فشلك عشان يقولون ما قلنا لكم. شلون تتعامل مع الأهل والأقارب؟ اسمع هالنصيحة واحفظها مثل اسمك عشان تعيش بكرامتك. اقتل العشم. القاتل الأول للعلاقات هو التوقع. لا تتوقع أخوك يفتح لك بيت، ولا من ابن عمك يوظفك. اللي يجي منهم فضل، واللي ما يجي هذا حقه ومو ملزومين بيك. لما تقتل العشم راح ترتاح نفسيا وتبدأ تعتمد على عضلاتك انت. سرك ببير. لا تروح تشكي ضعفك وحاجتك لقرايبك. ضعفك اليوم يصير قصة يتسلون بيها بكرة. شاركهم الضحكة والقهوة، بس خططك ومشاكلك المالية هاي خليها بينك وبين سجادتك وبين عقلك. صلة الرحم مو تبعية. أدي واجبك، زورهم، حبهم، بس ارسم حدود من حديد. لا تسمح لأحد يتدخل بقرارك بحجة أنه أكبر منك. حياتك أنت اللي راح تدفع ثمنها مو هم. خليك أنت السند، بدال ما تدور مين يسندك. اشتغل على نفسك لتصير أنت الشخص اللي الكل يتمناه يقعد جنبه، القوي الكل يحبه، والضعيف حتى أخوه يمل منه. تعرف شو أخطر شيء بالدنيا؟ إنك تقتنع إنك مظلوم، إنك تلبس ثوب الضحية وتقعد بيه. الحظ السيء البلد ميتة، الواسطة أكلت حقنا. ممكن يكون كلامك صحيح، أنا ما أنكر الواقع، بس تدري شو النتيجة؟ النتيجة إنك تظل بمكانك والناس تمشي. عقلك الباطن ذكي وخبيث، لما تكرر عليه أنا ضحية يعطيك إذن بالراحة، يخليك تنام 10 ساعات وانت مرتاح، لأن الفشل مو ذنبك، بس الحقيقة الفشل ذنبك انت، لأنك رضيت بالدور، لأنك استسلمت من أول كف. العالم ما يعوض الضحايا، العالم ما يعطي جوائز للمساكين، العالم يصفق للمنتصرين بس. اطلع من جلباب الضحية، اشلحه وارميه بالزبالة، والبس ثوب المحارب الآن مو بكرة. خلونا نحكي عن الصحبة اللي ضيعت وقتك عليها بالقهوة وبالشارع وبالسهرات الكذابة. حلل علاقاتك الآن، فكر بيهم واحد واحد. كم واحد منهم مستعد يعطيك كتف حقيقي لما تنهار؟ أغلبهم رفاق وناسة، لما تخلص الوناسة ويخلص الضحك ويجد الجد ينتهى الرفيق. ليش تضيع 5 ساعات يوميا مع ناس لا يضيفون لك حرف واحد؟ بالتحليل السلوكي الإنسان هو متوسط أكثر من 5 أشخاص يجلس معهم. إذا كان ربعك كلهم محبطين، شكائين منتظرين الفرج، راح تصير نسختهم السادسة. انقذ نفسك بأن تعتزل هذا الوسط، الوحدة وقسوتها ونارها، ولا الجلسة التي تموت طموحك وتخليك نكرة بالدنيا. نظف دائرتك. اللي ما يرفعك لا تخليه يسحبك لتحت. العد التنازلي. رأس مالك الوحيد. انت فكر انك تملك وقت.
انت مفكر انك مخلد، انت قاعد تصرف من رصيد غير مسموح لك تسحبه مرة ثانية كل ساعة. كل ساعة تضيعها وانت تتفرج على نجاح غيرك بالسوشيال ميديا هي مسمار جديد تدقه بنعش أحلامك. الشباب يروح بلمحة عين، والبنات العمر ما يستنى حدا، والفرص ما تظل تندق على بابك. بكرة لما يصير عمرك 40 سنة أو 30 سنة وتلتفت وراك وما تلاقي أثر، ما تلاقي إنجاز، وقتها راح تعرف معنى القهر الحقيقي، القهر اللي يأكل الروح. انقذ نفسك من ندم المستقبل. الندم أصعب من التعب بمليون مرة. تعب الفشل يروح بنومه، بس ندم العمر ما يروح ولا بألف نومه. قوم واتعب اليوم، انهد حيلك اليوم عشان ترتاح بكرة، وانت سيد نفسك. ما تمد ايدك لمخلوق. روح الآن، وقف قدام المراية وحط عينك بعينك. مين هذا اللي قدامك؟ هذا الشخص انت خدته، انت دمرته، الشخص اللي وعدته بكثير أشياء وما نفذتها، ما نفذت شيء منها ولا شيء. وعدتها تنجح، وعدتها تتغير، وعدتها تبني جسمك، وعدتها تتعلم، وكلها طلعت سوالف ليل. اعتذر لنفسك، قل لها خلاص من اليوم أنا المسؤول، أنا الزعيم على حياتي. لا تنتظر كلمة حلوة من أحد، ولا تنتظر طبطب على كتافك من أي بشر. طبطبة الوحيدة اللي تلزمك هي إنجازك. لما تنجز العالم كله يصير يطبطب عليك ويدور رضاك. لما تفشل حتى خيالك اللي يمشي معاك يتركك بالعتمة. شلون تنقذ نفسك؟ أول خطوة، اقطع عرق العشم. لا تتعشم بأحد، لا بأخ ولا بأخت ولا برفيق عمر. اعتبر نفسك مقطوع من شجرة. خلي اعتمادك على الله ثم على ذراعك. واجه قذارتك الداخلية. اي نعم، اعترف انك مقصر، اعترف انك كسول، اعترف انك تضيع وقتك على التفاهات وانت تستنى الفرصة. انزل الك بباراشوت. المواجهة هي اول طريق للعلاج. الخطوة الثالثة، اشتغل بصمت. مو لازم كل العالم تدري انك بديت تتغير، مو لازم تنزل ستوريات انك صرت تقرأ او تشتغل. النجاح له صوت أقوى من الصياح. اشتغل على عقلك، تعلم صنعة بإيدك، تعلم لغة، ابني جسمك. خلي نتيجتك هي اللي تحكي عنك. ولما يشوفونك تغيرت وصعدت هم اللي راح يركضون وراك، مو أنت اللي راح تركض وراهم. بس انتهى الكلام، والآن صار وقت الفعل. هذا الفيديو ما نسويه عشان تتدلل علي وتنام على صوتي. هذا منبه، هاي صرخة بوجهك عشان تصحى. الدنيا غابة والقانون واضح. ما يتغير من يوم ما انخلقت الأرض، أما أنك تكون الرقم الصعب أو تكون مجرد رقم بجداول ووفيات. انقذ نفسك، لأنه حرفيا بكل ما تعنيه الكلمة ما حدا فاضي لك. بس هاي مو نهاية السالفة، هاي بدايتك أنت. إذا وصلت لهون وسمعت هالكلام وما تحرك بيك شعرة، فالعلة بيك مو بالكلام. اعطيني لايك لحتى استمر، وشارك هذا الفيديو لاصحابك ورفقاتك، واكتب لي رأيك في التعليقات. ونشوفكم في حلقة قادمة، والسلام لا ترى اليوم على الكرام.